وهنا يتجاوز الفن المدرسة المحددة، طبيعة المدارس. أنت لا تعنين مدرسة محددة في عينها، لا وبالتالي تعنين الفكرة. الآن لا يوجد مدرسة. جميل. لا يوجد مدرسة الآن، يوجد تجريب. الفنان هو أصبح مدرسة. يعني راح تجربتي أكون مدرسة. تجربتي تكون يا أما بالخامة أو اللون أو طرح الفكرة. الآن عالميا أصبح الفن يهتم بالفكرة أكثر من المادة، من الخامة، من المادة، أكثر من أصبح يطرح. فلذلك الفن التشكيلي مثلا تجاوز اللوحة والفرش في اتجاهات أخرى. بالضبط. وصل إلى الضوء، وصل إلى السينما. أصبح طرح الفكرة التشكيلية عن طريق تصوير. جميل. ألا يحتاج هذا إلى متلقي ربما أكثر وعي؟ بالضبط. نعم. أكثر وعي. إحنا نفتقد خصوصا بالفن التشكيلي. ألا نعقد نحن المشهد أكثر وأكثر في هكذا تجارب مع وجود مجتمع ربما تعرض إلى ضغوط اجتماعية، وبالتالي لا يستطيع الفنان أن يقف عند مرحلة ويقول كون المتلقي غير واعي إذا أنا أعمل بمستوى. لا يمكن. الكون سيتوقف علي أن أتماشى مع العصرنة، مع ما لازم موجود يجب أن أتماشى أنا وأجبر المتلقي أنه يتبعني. يلحقني. لا يمكن أن أتبع المتلقي أنا. أيوة، مشكلة قطيعة. هنالك يجب أن نعترف أن هنالك قطيعة أكيد وبين المتلقي الذي نقصد. نحن كلنا نسعى لخدمة أو لتقديم رسالتنا لمن؟ لذلك المتلقي. أنا أعتقد أنه شوي لو نخفف الحدة على ممكن طبعا هو الوعي هنا يكون ليست المتلقي أيضا أيضا للصانع. يجب أن أكون أنا العمل في مستوى عالي يصل إلى للمتلقي، وإلا المن آنذا يعني المن أنتج يعني يجب أن يكون متلقي. فلذلك معرضي الأخير يمكن كان أكثر وعي بالنسبة لي أن أسحب المتلقي إلى عملي. جميل. أنت تقصدين من خلال استثمار الخامة الغرائبية المختلفة لأجل الإدهاش، لأجل طبعا لشد المشاهد. بعض اللي زاروا المعرض كانوا بعيدين عن الفن، لم يكونوا فنانين، كانوا مدرسين وموظفين عاديين، لكن اللي جذبهم بالمعرض مثلا الخامة المستخدمة، توظيف ليف النخيل، توظيف كرب النخيل، توظيف الخيوط. يمكن هم لم يفهموا المطروح كثيمة مطروحة، ولكن أعجبوا بالعمل جميل. كعمل لحد ذاته. أعتقد هذا نوع من التواصل. جميل. للمتلقي. هذا نوع من التواصل يكون للفنان ليجذب به المتلقي. مهم عندنا هذا الشيء، وهذا يشجع الفنان التشكيلي من يجرب أكثر وأكثر. بالضبط. لازم الفنان التشكيلي وكل الفنانين لازم أكو تجريب، والتجريب يحددك أن تكون أنت متطور ذهنيا. التجريب يدخلك في منطقة متطورة ذهنيا. أولا أنت يجب أن تكون مطلع عالميا على ما يطرح. الخامة خطرة أنك تطرحها بشكل مطروحة سابقا وبنفس الشكل. الخامة موجودة هي في كل المراحل ومستخدمة. نعم. المفروض أنك شلون تستخدمها بالشكل الصحيح. الخيوط، ليف النخيل، ما أعرف شنو، القماش، هذه كلها موجودة ومطروحة سابقا. إذا لما تفرد بها، إنما طرحت سابقا موجودة كثير. نعم. حتى عالميا عندما يطرح مادة خام هي موجودة سابقا واستخدمت. نعم. لكن استخدمها بشكل جديد، وبالتالي هنالك صراع لدى التجريبي، الفن التشكيلي التجريبي. هناك صراع بينه وبين أدواته. ماذا سيقدم بالجديد؟ هل سيقدم الحديد؟ هل سيقدم الخشب كمان؟ وأعتقد اللي مولع بالمادة الخام ما يتوقف عند مادة واحدة أو فكرة. في بعض الأحيان المادة الخام هي اللي تجلب لك الفكرة أنه كيف توظفها وكيف تطرحها
جديدة يعني. الآن في بالك لمعرض قادم شيء من الخامة إن شاء الله الجديدة؟ لا يكون توقف. بصراحة هو أكو معرض الآن في المركز الثقافي بلندن. الأعمال وصلت هناك، أنا والفنان عقيل خريف. عقيل خريف من الفنانين أيضا تحياتنا. تحياتي إليه، أيضا من الفنانين المولعين بالخامة. فأعتقد هذا اللي قرب أعمالنا من بعض. فكان المعرض المشترك راح يكون يا إما أعتقد بالثامن ما شاء الله في المركز الثقافي. جميل. الله. بالتوفيق، أتمنى لكم نجاح أكثر شكرا. وأكثر. يفرحني أن يكون هنالك من شبابنا من شاباتنا يقدمون ويستمرون بالعمل، وهذا فعلا يشجع أكثر وأكثر. أعتقد هذا مهم. هي إرادة وعمل يجب الاستمرار بها، ويجب أن يطمح للأكثر. يجب عدم مجرد فكرة التوقف معناته أنت أنهيت مراحلك القادمة بالإنتاج والتطور ويعني ومتابعة ما يطرح خارجا. يعني هذا تحدي كبير، هذا تحدي كبير. أجد لدى تحدي كبير ضد الزمن وضد كل الظروف. يجب هذا موجود. أعتقد هذا موجود داخل كل فنان حاب أن يعمل شيء، أن تكون له بصمة في مرحلة أو في مرحلة حياته الفنية. التحدي والتطور لازم يكون في المبدأ كي يصل لأعلى درجة. أعتقد الدرجة سنتوقف عند الدرجة، لكن بعد الفاصل يصل إلى درجة. إلى ماذا يصل الفنان التشكيلي؟ لكن نذهب إلى فاصل. عودة إلى استوديو مرايا وضيفتي الكريمة ست نادية فليح الفنانة التشكيلية. وقلت قبل الفاصل ودائما ما يروم الفنان التشكيلي أن يصل إلى مراتب عليا. أي المراتب يقصد الفنان التشكيلي؟ التميز، أن يكون بين قوسين، أم أن يرضي ذاته، أم ماذا؟ هو بالبدء يجب أن يرضي ذاته. يعني المراحل أنه طبعا هو ما يمكن أن أو يقال أنه أنا وصلت أعلى مراتب. هو في كل مرحلة أكو تجديد، ما طول أكو تجديد إذن هو في مستمر. فلذلك هو التحدي موجود هنا في داخل أي مبدع وداخل أي فنان، أنه في كل خطوة يجب الاطلاع على ما يطرح. التجارب العالمية بالضبط. التجدد موجود عالميا قبل أن يكون عندنا، فلازم احنا نكون مطلعين على كل ما يطرح. التجدد موجود للنجاح. جميل. ما ممكن أن أطرح أني في كل معرض نفس الفكرة، نفس الخامة، أو عفوا مو نفس الخامة، نفس الأسلوب بعملية الطرح، وإلا أكون أنا توقفت، كررت نفسي. بالضبط. وهذا خطر بالنسبة للعمل الفني وطرح العمل الفني. التكرار خطر جدا. يجب أن يكون تجديد، ويجب أن يكون أعمال تختلف بالطرح، بالفكرة. نعم. بالأسلوب. نعم. هذا يجهد الفنان أكثر، لكن هو يعطيه دافع للإبداع والتميز. لديك موقف أيضا من تجنيس الفن. لدينا هنا أنه هناك فن نسوي، وهذه اللوحة للفنانة وليست للفنان، وتأثير بالضبط. المجتمع وتأثير الحالة النفسية. لديك موقف من هذا؟ بالضبط. أنا ضد تجنيس الفن. لا يمكن أن يكون فن نسوي وفن ذكوري. ما ممكن. يعني المرأة عندنا العربية هي اللي وضعت نفسها في هذا. يمكن كونها قلت مسبقا أكو تأخر بالنسبة للمرأة عما يطرح. الظرف يمكن المجتمع يفرض عن المرأة كيف أن تكون أو كيف تحدد خطاها. هذا التأخر يمكن هو اللي خلى المرأة تضع نفسها في حلقة مغلقة للتميز فيما بينها. فيما بينها. نعم. يمكن أن يكون هناك تنافس إذا كان هناك فن ذكوري وهناك فن نسوي. يجب اللي يميز الفن واللي يميز العمل بغض النظر عن كان المطروح هو للذكر أو
لرجل أو لامرأة. دون إذا رفعنا الاسم فقط من اللوحة لربما هنا سنبحث عن الإبداع. بالضبط. لا نقول هذه فنانة تشكيلية وهذا فنان تشكيلي. يا سلام، هذا شيء مهم جدا. بالضبط. بالضبط. العمل هو اللي يفرض نفسه إن كان جيد، ثم يسأل هل كان لامرأة أو لرجل أو لاسم هذا الفنان. برأيي هذا إذا تجاوزنا نكون نحن وصلنا لأعلى مرحلة من التطور الفكري. نتمنى ذلك. نتمنى عالميا ذلك. انتهت هذه المرحلة، لكنه لدينا نحن نبقى في ضمن المحلية، والمحلية تعاني الكثير من المشاكل والكثير من الكآبات لربما. أنا كمرأة أحتاج أن لدي الصراع دبل. مزدوج. نعم، مزدوج. كون مزدوج، كون أحقق ذاتي كفنانة أولا، وأبتعد عن ساحة المرأة. أي نعم، هذا فعلا صراع مزدوج، إنه يجب أن بالضبط. فالانتصار محسوب لك باثنين يعني. فهو متعب يعني في هذه الحالة، يكون نعم. متعب. كيف طقس الرسم أو طقس لا أسميه رسم لديك، لأنه بالمناسبة انه ليس رسم، هو تشكيل. بالضبط. لانه الخامات والكذا عمل فني. عمل فني. وبالتالي اي طقس في حياتك هو الذي يدعوك الى العمل يعني؟ بصراحة انا تشدني ما اشاهده يوم، قد يكون لطخة لون او خامة او موقف بالحياة يعني، يشدني ان أصل بالعمل. ف طقوسي عادية يعني بالعمل، لدي الاستوديو أعمل به، مبتعدة أنا على الستاند، ماكو ستاند عندي. عملي بالأرض. السبب للخامة أيضا؟ خامة وللحرية، أعتقد يعطيني جميل. الحرية بالعمل، المساحة المفتوحة تعطيني الحرية كيف ما أشاء. ليست لدي فرشة معينة أو ستاند واقفة أو كذا، مو شرط أنا أعمل على قماش محضر كانفاز أو أغلب أعمالي أنا أعمل بالجرافيك، أحفر الخشب، فأغلب أعمالي على البورد على الخشب، فلذلك وأحب الخشب بالعمل، كونها خامة تعطيني الحرية بتنفيذ الخامة. الخشب طيب. ويعني القماش مثلا يحدد لي الخامة اللي أستخدمها عليه، فما ممكن أن أستخدم ثقيلة على القماش. الخشب لا، يعطيني هذه الحرية باستخدام الخامة للتوظيف لتحقيق اللي أريد. طيب إن جال في خاطرك أن تقيمي معرض وبالتالي ستصنعين سكتشات صغيرة؟ في بعض الأحيان أصنع سكتش، في بعض الأحيان لا. تكون الفكرة متكاملة في ناضجة عندي، فأبدأ التهيؤ بها. ممكن تبدأ بلصق قماش أو لون مثلا على مساحة بيضاء، من ثم هي يأتي العمل على الفكرة عندي أنا ناضجة. لكن في بعض الأحيان العمل باللوحة ينتج لي أفكار جديدة. نعم، أثناء على مراحل العمل. وبالتالي إعداد مجموعة لوحات ضمن خامة معينة وضمن ثيمة معينة كأنها قصة وكأنها حكاية متكاملة لمجموعة اللوحات. بالضبط. بالضبط. المعرض التشكيل الشخصي يجب أن يكون بهذا الشكل، أنت تشتغل عليها. ليست بالضرورة أن الأعمال متشابهة. وصراحة لمست عند الفنان شاكر حسن، يمكن أنا القريبة إلى مدرسة شاكر حسن أكثر. أعشق أعمال شاكر حسن. نعم. حسن فيها روحية شاكر حسن، لكن أبد ما تشوف عمل نجاح برأيي للفنان التشكيلي. أنك عندما تشاهد العمل تقول هذا للفلان، الفنان الفلاني، لكن ماكو عمل يشبه عمل. فهذا مهم. إذا حققت لنفسك أسلوب خاص إلى الآن يعني؟ أنا لو تسعين في التجريبية يعني، أعتقد صنفت. أنا لا أصنف نفسي، ولكن صنفت من ضمن الأعمال الفنانين التجريبية. التجريب التجريدي يعني. التجريبية ممكن أن تكون تعبيرية. ربما. ممكن المعرض الأخير اللي بالجمعية مع الفنانين 13 فنان، عملي كان
4.5 متر. كان فكرة المعرض أنه طرح أعمال كبيرة الحجم، وهذا بصراحة لكل 13 فنان أعتقد. 13 فنان. كانت الفكرة الأساسية أنه تكون الأعمال كبيرة الحجم، في والطرح حر للفنان كيف يستخدم أسلوبه بالعمل. لم يكن تضييق أو تقنين لأسلوب أو ثيمة للفنان. العملي كان ل4.5 متر، عمل كبير. استخدمت الخامة بي، موجود القماش والخيوط، وخرجت عن الإطار المعروض للوحة أنه يكون أكو بها فريم وكذا وتعلق بالحائط. كانت حرية التعليق بها، ماسك فقط من الأعلى، وهي على شكل 4 قطع. هذه ال4 قطع أنت ذكرت أنه قصة أو كذا، فعلا كانت حكاية، كانت تمثل الإنسان العراقي. أقول أنه مو شرط أن يكون تجريد، كانت قريبة إلى التعبيرية، التجريبية التعبيرية. كون مثلت بها الإنسان العراقي يمر ب4 مراحل إلى أن يصل إلى مرحلة الإحلال. وكانت اللي خرجت أنه عنا أنه من الرماد في خارج العمل المطروح، فكانت الرماد في الأرض. هذه يقودنا إلى تركيبية بالعمل. كوني هذا هو الناتج، يعني الناتج النهائي لمرحلة العراقي في ال4 مراحل أن الرماد. في بعض الأحيان تحس هذا الشيء موجود، تحس هذا الشيء موجود. تأثير الواقع وبمأساته على نادية كبير جدا، واضح جدا، ولمسته في وواضح جدا في لوحاته. ممكن يكون يطرح بشكل آخر بفترة معينة، عندما أحس أنه هذا أكو أمل هو الطاغي مثلا لحياة نادية، فممكن يكون الطرح يختلف. لكن في هذه المرحلة حسيت الشكل. شكرا. أنا فعلا مسرور بوجود نادية في استوديو مرايا، وفعلا سريت وجودك وياي وحوارك الجميل واندفاعك للعمل. شكرا جزيلا. واصرارك على الانتاج اكثر واكثر. شكرا، واسف جدا لضيق الوقت لانه هذا البرنامج، لكن الحوار كان ممتع. شكرا جزيلا، وانا اكثر سعاده بحضوري ويا حضرتك. اسئله ذكيه ومذيع مميز. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وشكرا للبرنامج مرايا ولكل العاملين به ولقناه البغداديه. شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، اخر ما يتبقى لدي من نشاط ثقافي هو العوده أو بث الحياة في مسرح بعد أكثر من 12 سنة من التوقف. إلى هذا التقرير.